هكمل اسئلتي مع حضرتك بس بعد ما زكيه تسالك، علشان زكيه عايزه تسال. مش هتقعد غير لما لا تسأل. لازم. يا معالي المستشار، منورنا كعادتك بنورك يا ودايما زكية. بنستفيد منك. بنورك يا زكية، شكرا ليكي. ايه هي العقوبات المقررة لجريمة الاستيلاء؟ وايه هي اقصى عقوبة ممكن توصل لها؟ المشرع الحقيقة كان حصيفا في هذه المسألة، فأراد أن يجعل لهذه الجرائم، جرائم العدوان على المال العام ومنها جريمة الاستيلاء، محل الحديث، وهي جريمة تمثل خطورة على الدولة نفسها، كونها صحيح. تمس الذمة المالية للدولة ويترتب عليها الإخلال بالثقة في الموظفين نفسهم، ويترتب عليها الإخلال بالثقة التي تفرضها الوظيفة العمومية في السادة الموظفين. فجعل لها من العقوبات الرادعة، وطبقا لنص المادة 113 من قانون العقوبات هناك عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية. فالعقوبات الأصلية بمعنى ايه عقوبات أصلية؟ يعني العقوبة الأصلية تتمثل في السجن المشدد، وإذا توافر عنصر من عناصر التشديد أو إذا توافر ظرف من الظروف المشددة للعقاب، زي إنه مثلا يبقى عندي جريمة استيلاء مرتبطة بجناية تزوير، تمام، أو إنه يبقى عندي اتفاق جنائي منظم. ففي هذه المسألة توافر ظرف من الظروف المشددة، فيكون العقاب في هذه المسألة هو السجن المؤبد. لكن العقوبات التكميلية ان هو بالقطع وبالطبع سيفصل هذا الموظف العام من وظيفته. ده ألف ب طبعا. العقوبات التكميلية زي انه يوقع عليه الغرامة، وهذه الغرامة دائما ما تكون مساوية للمبلغ المستولى عليه او يزيد. اوكي. وبطبيعة الحال يمنع هذا الموظف العام من تولي اي مهام او اي امور خاصه بالصفه العموميه او الوظائف العموميه او ما الى ذلك، اذا حكم وثبت انه متهم في مثل هذه الجرائم. فالعقوبات الاصليه هي السجن، والعقوبات التكميليه زي ما قلنا ان هو بيفصل من عمله وبتوقع عليه الغرامه وبيمنع من المزاوله مره اخرى.